السلام عليكم. في تونس ورغم مرور عقود من استقلال البلاد ما زال الجدل قائما ويحتد أحيانا، وخاصة بين كبار السن، حول إدانة أو تبرئة أناس كانوا في خدمة المستعمر من قومية وصبيحية. فالمدين ينعتهم بالخونة، والمبرر يبحث لهم عن الأعذار من هنا وهناك، ومع أن أغلبهم كان مع إدانتهم والتشهير بهم. والمفارقة العجيبة أن أغلب القومية والصبيحية هم الآن مركنتية ولا بأس عليهم، وفيهم من يتمتعون إلى يومنا هذا بجرايات مغرية من فرنسا. لكن الذين قاوموا وجاهدوا في سبيل الوطن يلفهم النسيان والفقر. في بودكاست درة، وخاصة في فقرة أصل الكلمة، باش نحاولوا نعرفوا أصل هالتسميات من قومي وصبايحي ومركانتي التي نسمعها في لهجتنا التونسية، والبحث في أصلها التاريخي ومعناها. لكن قبل ما نبدو يريد تدعمونا باشتراك في البودكاست، وكذلك تدعمونا بجيم وتعليق حتى نستمر في تقديم الإضافة، مع الشكر سلفا. كان نبدو بالقومية، شكونهم وشنية مهمتهم بالضبط؟ القومية في الأصل هي فرقة عسكرية صنعها المستعمر الفرنسي من أهل البلد، وهي فرقة عسكرية تحت قيادة مركزية فرنسية تتقدم القوات الفرنسية في المعارك لمواجهة المجاهدين في الجبال، ومنهم من كان مرغما على ذلك بحكم التجنيد الإجباري، ومنهم من كان عن طيب خاطر، وكانت فرنسا تأخذهم حتى للقتال خارج الوطن. لكن في تونس بقيت وصمة عار على جبين كل من التحق بهذه الفرقة، وخاصة هؤلاء الذين نشطوا داخل الوطن وليس خارجه. والتسمية قومية أصلها من اللغة الفرنسية قوم، والمتأتية أصلا من اللغة العربية قوم، يعني الجماعة. والفرد يسمى باللغة الفرنسية قومي، والتي نستعملها إلى يومنا هذا قومي. والمخيال الشعبي احتفظ في ذاكرته أن القومي هو القائد الذي دافع على مصالح فرنسا سواء في الداخل أو الخارج، وكان لهؤلاء سطوة ورفاه مالي يتبجحون بهما أمام أبناء عشيرتهم، وخاصة من ولتهم فرنسا مناصب قيادية، وكان العامة يهابونهم ويهادنونهم أيضا. وكان جو توا للصبيحية، هم أيضا فرقة أنشأتها فرنسا ذات طابع شرطي، وهي الفرقة الأكثر قذارة من القومية، فهي في ظاهرها تقوم بدور المحافظة على الأمن في المدن بزيه الذي يغلب عليه اللون الأحمر والأزرق، لكن دورها الخطير هو تجسسي، فتجدهم في كل الوظائف والمهن. والصباحي يمكن أن يكون ساعي بريد، كما يمكن أن يكون حلاق، ويكتبون تقارير يومية لأسيادهم، وتدربهم فرنسا لمثل هذه المهام المشبوهة والقذرة. والصباحي هو الذي يساعد المحتل في التجسس وقمع المظاهرات، ومقابل ذلك يتقاضى راتب مغري بانتظام. والمصيبة الكبرى إن التوانسة كانوا يظنوا أن الصبيحية هم فقط هؤلاء الذين لهم زي رسمي، وبعد الاستقلال وبالاطلاع على الأرشيفات الفرنسية اتضح أن نسبة كبيرة منهم كانت تشتغل بالزي المدني، يعني سيفيل، ومندسين في كل الوظائف والمهن تقريبا. الفرقة هذه تأسست عام 1881 عند دخول الاستعمار، عكس القومية اللي تأسست سنة 1908. وأصل تسميتهم بهذا الاسم يعني صبيحية هي التركية، لأنه وقت العثمانيين كان عندهم فرقة خيالة اسمها سبايس، وتسمى بالعامية سبايس، يرتدون برنوس أحمر. تقوم هي أيضا بنفس الدور لكن بأقل حدة. فهذه الفرقة في عهد الاستعمار التركي كانت مهمتها في الأصل شبه عسكرية، وتراقب الأسواق والطرقات وتجمع الجباية بالقوة.
ومن المفارقات العجيبة أنه بعد الاستقلال سنة 1956 وقع حل الفرقتين، ووقع دمج القومية في الجيش والصبايحية في الحرس والشرطة دون مراعاة مشاعر المجاهدين والمقاومين. ويقال: الوطن سامح وذاكرة الشعب لم تسامح. أما المفارقة الأخرى وهي الأشد مرارة على عامة الناس، أن القومية والصبيحية كانوا يتقاضون رواتب مزدوجة من فرنسا وتونس بعد الاستقلال وإلى يومنا هذا، مما جعلهم مركنتية، وأغلب أبنائهم التحقوا بالجامعات الفرنسية جزاء ما قدموه من خدمات لفرنسا الغاصبة. والحال أن منهم من استمر أبنائه في حكم البلاد والعباد في شتى المسؤوليات السياسية والاقتصادية وفي مناصب عليا. والشيء بالشيء يذكر، ما دمنا ذكرنا أنهم أسمحوا مركنتية، فما هو معنى مركنتي ومن أين دخلت اللهجة التونسية؟ المركنتي بكل بساطة في اللهجة التونسية هو الشخص الذي أنعم الله عليه بالمال الوفير، لكن أصل الكلمة في الواقع إيطالي وهو ميركانتي، وتعني التاجر الغني، وخاصة التجار البحريين الذين توافدوا على تونس، خاصة في المدن الساحلية أين تعامل معهم التوانسة ورأوا غناهم الفاحش، فأطلقوا على كل إنسان غني وذو سعة اسم موركانتي. الخلاصة: الكل باع من أجل أن يصبح موركانتي، والموركانتي باع واشترى حتى يصبح قومي وصبايحي كما عهد فرنسا. أخيرا، إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا دعمنا بالمشاركة وبجيم وتعليق وبارتاج حتى نستمر في البحث وتقديم الإضافة مع فائق الاحترام والتقدير. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.